كشف تقرير صحفي عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في احتمالية انتقال كيليان إمبابي نجم باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي. واستبعدت إدارة باريس إمبابي من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية للضغط عليه من أجل حسم مستقبله. ووضع باريس إمبابي على رأس قائمة الراحلين هذا الصيف للاستفادة من بيعه بدلاً من رحيله بالمجان في الصيف المقبل. وبحسب التقارير فإن الهلال قدم عرضاً لباريس سان جيرمان من أجل ضم إمبابي مقابل 300 مليون يورو. ووفقاً لصحيفة آس، فقد بدأ ممثلو إمبابي التفاوض مع الهلال السعودي حول راتب اللاعب ومدة العقد بين الطرفين. وأشارت إلى أن مسؤولي الهلال يرغبون في ضم إمبابي لمدة موسمين، أما اللاعب يريد التوقيع لموسم واحد حتى يرحل لريال مدريد في صيف 2024. ونوهت الصحيفة أن ممثلي كيليان إمبابي يرغبون في زيادة الراتب السنوي للنجم الفرنسي إلى 500 مليون يورو، أما الهلال يعرض 400 مليون فقط. وأكدت أن باريس يرحب بعرض الهلال، خاصة وأن جميع العروض الأخرى لا تقترب من قيمة عرض الفريق السعودي.